قليل قوي في الاعمال اللي بيبقى غالب عليها الطابع الكوميدي ان انتوا تلاقوا في هدف او في رسالة من وراها. خلينا ناخد مثال مسلسل بالطو، ان هو في الاول والاخر هو مسلسل كوميدي. ممكن يتضح ليكوا ان ما كانش فيه هدف معين او رسالة من وراه، ولكن انا الرسائل اللي وصلتني منه رسائل صعبة قوي، خصوصا من واحد دكتور. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ طبعا احنا مش بنتكلم هنا عن المسلسل كترند كان من كام سنة. مبدئيا المسلسل جميل ومسلي وكوميدي وفيه كل الحاجات اللي مطلوبة كمسلسل خفيف من هذا النوع، ولكن ده لا يمنع ان في بعض الحاجات السلبية اللي مش في المسلسل نفسها ولكن في ما وراء المسلسل نفسه، الرسائل المخفية اللي ممكن توصل لأي حد متابع مسلسل زي كده. المشكلة ان هو على قد ما بيوعي الواحد ان هو يكون على قدر المسؤولية اللي بتترمي عليه، ولكن في نفس الوقت هو مظهر فئة كبيرة من الناس ان هم غير متحملين المسؤولية. غير كده كونهم مقارنة باشخاص تانيين، اشخاص اصحاب الخبرة، هم الناس دي يعني ما ينفعش ان هي تاخد فرص زي كده. وده بيأثر على الوعي الجمعي بصفة عامة، ان بعد كده الناس مش هتبتدي ترمي مسؤوليات كبيرة على ناس اصغر، ودي مشكلة احنا بنتكلم فيها من زمان. فهنا لما نيجي نتكلم، لما هم سألوه وعرفوا ان هو عمره 26 سنة يعني قرب من ال30، الشخص ده في اماكن تانية، في بلاد تانية، في ظروف تانية، بيبقى مسؤول عن دولة كاملة. فلما احنا بنظهره بالشكل ده احنا بنضرب عصب الفكرة نفسها، ان الناس بتبتدي تخاف ان هي تحمل مسؤوليات لاشخاص بالشكل ده. ومن ناحية تانية احنا بندي الشباب زي اشارة كده انه ما تخافوش، انتوا مش هتحملوا المسؤولية، واحنا كده بنشيل المسؤولية من عليكم لان انتوا مش قدها. دي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة بتحتاج سنوات علشان تحلوا حاجة زي كده، وخصوصا ان احنا ما عندناش كوادر قيادية في الاعمار دي لحد دلوقتي. دي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة بتلاقوها في الناس مثلا اللي بيحاولوا ياخدوا شهادات عليا غير الشهادات بتاعة الجامعة. اللي عايز ياخد ماجستير ودكتوراه دايما بيبقى عامل الوقت ضدهم، يعني مفيش حد بيقدر يتحصل على الماجستير والدكتوراه قبل ال30، في مدة معينة لازم ما يتجاوزهاش. على عكس مثلا الدول اللي بره، في ناس هتلاقيهم حاصلين على ماجستير ودكتوراه وهم ما كملوش ال20 سنة. وده مرفق بقى بمجموعة الكوارث اللي هو عملها بحسن نية. يعني هنا النهاردة احنا بنتكلم ان هو يعني طيب شوية زيادة عن اللزوم، فبالتالي في حاجات كتير عدت من تحتيه بسبب طيبته، ولكن مش بسبب ان هو قليل الخبرة. هو قلة خبرة بسبب ان هو اساسا ما تأهلش ان هو يبقى مسؤول عن مكان كبير زي ده. ودي مشكلة، يعني بدل ما تيجوا تلوموا على ان هو لما اتحط في المكان ده ما قدرش ان هو يديره بالشكل الكويس بسبب ان هو ما اتدربش على انه يدير مكان بالشكل الكبير. طب هو النهاردة واحد مثلا خد الفرصة دي في عمر اصغر شوية، ولكن بقى عشان الواحد اصلا ياخد الفرص دي ويبتدي يتدرج في المهام ويتدرج في الرتب الاكاديمية محتاج وقت كبير قوي. فبالتالي زي ما احنا بنقول بيكون عدى ال50، مع ان في شعوب تانية بتبتدي تمهد الناس دي بحيث ان الفترة اللي هو في قمة عطائه فيها في الثلاثينات والاربعينات يبقى قادر ان هو يتحمل مسؤولية حاجة اكبر من كده. النقطة دي مهمة جدا، وهي دي اكبر حاجة كان فيها تعليق. في حاجات كتيرة ممكن اتكلم عليها بالنسبة للمسلسل، ولكن انا بالنسبة لي النقطة دي خطر جدا ان هي تترسخ لدي عقل المشاهد، عقل المشاهد الصغير اللي هو يخاف من حاجات زي كده، وعقل المشاهد الكبير اللي هو يحس ان احنا معانا حق ان احنا ما بنديش الفرص لناس صغيرين زي كده لان هم مش قدها. لازم زي ما بنقول كده عظمه ينشف عشان يقدر يتحمل مسؤولية زي دي. وهو ده اللي المفروض احنا نركز عليه بدل ما نركز على هو اخطأ قد ايه عشان هو كان عمره صغير. لو المعلومة عجبتك متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، في نفس الوقت تعمل لها سبسكرايب، تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.